اوحش بلد رحتها. انا ندمان ان انا جيت زيرو امان. المواصلات هنا اغلى حاجه برضه. بجد انا حاسس ان ده اخطر مكان اصور فيه، اكتر حاجه اوفر ريتد في السفريه. انا جاي تقريبا في اوحش وقت في السنه. صباح الخير من باريس. اغلى مكان روحته لحد دلوقتي، اغلى تيكت طيران جوه اوروبا حجزتها، اغلى هوستل قعدت فيه، قعدت 3 ايام ب 350 درهم، 120 درهم تقريبا في اليوم. والهوستل اللي انا قعدت فيه هو نفس الهوستل اللي انا كنت قاعد فيه في برشلونه. ما رضيتش اغير بقى، ولان عارف السيستم بتاعه وكل حاجه. وكمان حصل حاجه حلوه امبارح وانا بحجز، هي قالت لي احجز اونلاين على هوستل وورلد ارخص من ان انت تحجز من على الديسك. فحجزت بالسعر اللي قلته لكم، وبعدين ما كانتش لاقيه البوكينج بتاعي وقعدت وقت كتير قوي. بعدين قالت لي خلاص بص انا بعتذر لك، انت استنيت كل ده وهعوضك، وادتني كارت بتاع البريكفاست فور فري. لو ما كنتش حجزت اونلاين وحجزت من خلالها كنت كده كده هيبقى انكلودد، بس كنت هدفع زياده. المهم بعد ما وصلت امبارح حاولت ان انا ادور على مكان اكل فيه، كله كان قافل، مفيش حاجه كانت فاتحه بالليل. ورحت برضو برج ايفل، كان قافل مظلم يعني، حتى مش عارف اخد صوره، ما فيش اي حاجه. فالمفروض هروح دلوقتي ونشوف الدنيا. حاجه كمان المواصلات هنا اغلى حاجه برضو. انا دفعت تيكت 24 ساعه ب 19 يورو، يعني في اسبانيا كانوا يومين ب 14. وانا البلد ماشيه بالمترو، فانا المفروض اركب من المحطه دي دلوقتي. المحطه اسمها راسبل، ومن محطه راسبل هنزل محطه اسمها حكيم. يعني كل محطه ليها لون، مفيش مجال ان الواحد يتلخبط. او مترو بصوا ازرق وبينك واورنج. في حد هنا بيعزف على البيانو في المحطه هناك اهي. انا شفت فيديوهات كتير قوي عن البلد دي، غير بقى الاكل والشوبينج والشوارع والحاجات دي. لا شفت بقى ناس بتسرق كتير، مش امان. وشفت بقى فريند في الشارع. بجد شفت حاجات ما تشجعنيش. يعني حاسس ان دي بجد في السفريه كلها دي هتبقى اوحش بلد رحتها. والبوابات هناك وبيتعمل لها فاليديشن برضه، بيبقى فيه جيتس، بس الجيتس هنا بقى قويه. تحس ان الناس كانت بتكسر الجيتس، فقاموا بانقين الجيتس للمترو قوية أوي. التيكت مش راضية تشتغل. حصل لي مشكلة هنا في المحطة بتاعة المترو ولا القطر، ان انا اشتريت تيكت امبارح، المفروض تيكت 24 ساعة، وعملتها كذا زون، يعني 1 و2 و3 تقريبا. كنت دافع كتير زي ما قلت. بعمل التيكت مش راضية، البوابة مش راضية تفتح، التيكت مش فالid. فروحت للسكيورتي وقال لي روح للمكتب اللي هناك. رحت ما لقيتش مكتب، رجعت له تاني زعق، كان اسلوبه وحش قوي. ولفيت بقى سألت حد غيره من الامن، فوداني مكتب تاني، المكتب كان فاضي. وبعدين رجعت له تاني قلت له انت المكتب اللي اديته لي فاضي. فقال لي سوري النهارده اجازة وبتاع. ما قلتليش ليه من الاول يا عم ان هو اجازه. فاتعاملت بقى في الاخر، رحت على الماشينز دي وعملت توب اب للكارت، ودفعت حوالي 8 يورو تانيين. عملتها زون 1 و2 واشتغل. وعايز اقول القطر اللي انا دلوقتي فيه ده غير اللي انا ركبته امبارح، ومحطه مختلفه. فتقريبا في حاجات بتقفل بالليل ما تكونش شغال. بس انا بصراحه من شويه خلاص حجزت تذكره لايطاليا. مش حاسس ان انا هطول قوي هنا، يعني هم 3 ايام هنا واقضيهم اي حاجه. بصراحه مش مبسوط في البلد، حاسس الاجواء هنا وحشه، الناس شاده اعصابها. كطبيعه حلوه يعني. بصوا الفيو ده جامد يعني. وانا طبعا على المحطه قبل ما اركب القطر اللي انا فيه ده، سالت واحد على الرصيف، ده الاتجاه وده المحطات اللي عايز انزل فيها، هو ده القطر. قال لي بصوا بقى دلوقتي المفروض القطر، يعني انا كنت هنا المفروض يمشي بقى كل ده، وبعدين هغير لقطر تاني ولا مترو تاني وهيمشي كل ده ماشي. بصوا انا فين، بدل ما يتحرك كده اتحرك كده. فانا اتسوحت يعني، والبلد بتقفل بدري بتضلم بدري، وانا عايز الحق النور حاجه. اوكي، اللي حصل ان انا المحطه اللي انا ضيعت فيها دي، لما نزلت سالت حد تاني، قلت مش عايز يبقى عندي ستيريوتايب ان انا خلاص الناس بتسوح وبتاع. دلينا على الطريق الصح دلينا على المحطه الصح. وصلت هنا اهو، المفروض هغير بقى واروح المحطه اللي هتبقى قدام البرج. المهم بقى لما جيت اغير هنا في المحطه التانية، الكارت اللي انا لسه مشتريه حالا مش شغال. فقلت للبوليس اللي واقف فجربه، معرفش اقرا الكلمه كده بالفرنساوي على البوابه، وبعدين خد الكارت بتاعه وفتح لي بنفسه. اكسبيرينس حلو. انا دلوقتي في المترو. بجد انا حاسس ان ده اخطر مكان اصور فيه، يعني البلد نفسها اخطر مكان اصور فيه. وصلنا المحطه، فخليني اوريكم بقى المخارج عامله ازاي برضو. بس كده طلعنا، المفروض بقى هنمشي كده يمين ونطلع على البرج. النصيحة اي حد يجي يوم واحد
يوم واحد حلو قوي. على بجد لو اعرف ان الموضوع هيبقى كده كنت حجزت الهوستل يعني يوم. بس هو المشكله الحاجز اللي انا عملته ده نون ريفاندبل. برج اهو فوق. هنروح بقى نقرب. وانا بعمل سيرش امبارح برضو شفت الناس اللي هم البيك بوكيت اللي بياخدوا الموبايل من الجيب وبيسحبوا الحاجات من الشنطه، مشهورين قوي هنا. في ناس بقى مصوراهم، هم زي جروب كده موجودين اكتر في المترو. في ناس مصوراهم فليهم فيديوهات كتير. في العموم بتكون عامله ازاي بجد مفيش زيرو امان هنا. البوابات هنا اي حاجه في الجيب، موبايل، كوينز، اي حاجه في الجيب واحد بيطلعها، بس الحزام لا، ويحطها هنا وبيعدي من البوابه. وبمشكله البوابات هنا قليله، يعني في 4 بوابات وطابور كتير. هنا في 4 بوابات والناحيه الثانيه مش عارف بعيد 4 بوابات. وجهه نظري 10 بوابات مثلا، 20 بوابه، بما ان في سياح كتير. وكمان كاتبين على البوابات دي على السكرين ان الدور اللي فوق قفلوه عشان الرياح الشديده. والله يا باريس انا ندمان ان انا جيت. خلاص خلينا بقى ناخد هنا صورتين وبتاع وبعدين نتحرك نشوف هنعمل ايه، نفطر، نعمل اي حاجه. الساعه دلوقتي 3:30، اليوم ضاع بجد. البرج اهو صغير على فكره، في الحياه صغير غير الصور. ما توقعتش ان هو يكون صغير كده. اكتر حاجه اوفر ريتد في السفريه برج ايفل وفرنسا العموم. في هنا حديقه كنت عايز ادخلها واخد صوره وبتاع، شفتها وانا جوه البرج. بعدين طلعت على اساس ان انا هتصور فيها، فلقيتهم قافلينها مقفوله كلها بسور. انا مش فاهم اي حاجه في البلد دي الصراحه، ومش عارف اتاقلم قوي. خلصنا برج ايفل، دلوقتي هنروح شانزليزيه. بس الدنيا بتمطر. الساعه دلوقتي 4، بس على جوجل مابس كان مكتوب انه الساعه 5 هتمطر، فبدري ساعه. اخيرا بقى هستخدم المظله دي الشمسيه اللي انا جايبها معايا، والله العظيم جايبها من الاول وما استخدمتهاش. خلينا نفتحها كده. اجواء باريسيه بقى. برج ورايا اهو، الشانزليزيه من برج ايفل 10 دقايق. الشمسيه اللي في ايدي دي خفيفه بتطير مني، حاسسها هتتكسر من كتر الهواء. واحنا في الطريق عدينا على الجسر ده، والجسر ده بيفكرني بمسلسل لوبان لما كان بيسرق التحف. في مهمه من المهمات نط من هنا ونزل على مركب وهو مع اللوحه. بفتكر مسلسل لوبان، بفتكر مسلسل برلين اللي هو بتاع لا كاسا دي بابيل، بس هو كان متصور في فرنسا. ايميلي من باريس في مسلسل كمان اللي هو اندر ووتر بتاع سمكه القرش اللي كانت تحت الميه. وفي حاجه كمان برضو فرنسا، اغنيه ويجز وحاجتين كمان، وهي الفيديو بتاع مستر بيست لما اجر برج ايفل كله لوحده وصور فيه فيديو. واخر حاجه الفيديو بتاع دحيح حلقه ام كلثوم لما هي جت هنا وسالوها ايه اكتر حاجه هي حبتها، قالت المسله عشان مصريه. في هنا على فكره اثار مصريه كتير. حتى في الهوستل كان في ورقه كده عليها الفراعنه. مشكله بجد انا هنا بطلع الموبايل بتاعي قليل قوي، فحد بيبعت لي مسجات برضه متاخر، بنزل ستوريز متاخر. الجي بي اس حتى عشان اتشيك انا فين واروح ازاي قليل مش حاسس بالامان. زيرو امان هنا. اهلا بيكم من شانزليزيه، اشهر شوارع في باريس. اول حاجه قابلتنا هنا ديور، عاملين في المبنى بتاعهم زي شو. في حد هنا بيتصور، وكل الطابور ده واقف عشان يدخلوا ديور. وفي هنا جوتشي. ده الشارع انا كنت فاكر ان هو 100% محلات بقى ولازقين في بعض وهكذا، بس الحقيقة مختلف. ده براند تاني. يعني بصوا مثلا في اماكن فاضية كتير، يعني بيوت بس ما فيهاش محلات قليلة، بس كل المحلات اللي موجودة براندات اهو. ده براند تاني، يعني في براندات كتيرة مش عارف. ده براند لوي، ومعروضة البوث دي عاملين بقى ديكوريشن وكده. يعني كده برج ايفل وجنبه الشانزليزيه وجنبه البوابه دي تقريبا بوابه النصر، حاجه زي كده. دول جنب بعض قريبين من بعض، يعني 10 دقايق 20 دقيقه ما بين كل واحد والتاني. الشمسيه اللي انا جايبها دي ضعيفه، كانت رخيصه لانها حجمها صغيره تفت في الشنطه، ما رضيتش اجيب الكبيره. ولكن الهواء هنا قوي جدا. تاكسي بي ام الجديد اي 7 من 5 دقايق. الشارع نور. لوي فاتون ده الشارع بقى منور. ده شكله بجد شكله تحفه. دان وصلنا للمكان اللي كنت بقول لكم عليه. بصوا دي بتعاني، الشمسيه دي بتعاني، وطلع مش عندنا بس. كنت فاكر الكواليتي بتاعتها وحشه بس طلعت عند كله. ده فيو امطار. انا جاي تقريبا في اوحش وقت في السنه في شهر ديسمبر. انا قاعد هنا 3 ايام. ده اول يوم صورت لكم فيه بس المكانين دول، وبكره بقى وبعده هنكمل بقيه الاماكن، لان انا بصراحه الجو برد جدا ومش عارف اتحرك ومش عارف اتمشى، مش عارف امشي كويس. بصوا الشوارع كلها ميه. الشرطه هنا مش في كل مكان زي اللي قبله. ده الفندق بتاع لوي فاتون
قدامي. عايز اقول هي الشرطه هنا مع اسلحه اول مره اشوفها، اسلحه يعني رشاشات، اسلحه كبيره مش مسدس، لا يعني حجم البندقيه، بس هو رشاش مثلا او مسدس حاجه زي كده. اجواء باريسيه. الباص ده شكله عامل ازاي؟ الله عليك يا باريس، تحفه تحفه فنيه. نروح دلوقتي بقى الفندق بتاع لوي فاتون. لسه هذه الاجواء. اظن ان احنا رجعنا تاني دلوقتي في الشانزليزيه او شارع شبه الشانزليزيه. ديور تاني. عايز اقول لكم نصيحه برضو، لو توقفوا حد في الشارع يصوركم اختاروا الناس اللي من اسيا. ده فيديو كنت شفته على تيك توك، ولما جربت الموضوع طلع حقيقي. الناس اللي من اسيا يبقى الناس تايلاند اليابان والصين بجد بيصوروا بذمه، بياخدوا انجلز مختلفه، وايد وميديوم وكلوز. بصوا بيظبطوكم، ولو الصور مش عاجباكم ممكن تقولوا لهم يصوروكم تاني، بس انا ما بعملش كده طبعا. انا ممكن اوقف حد تاني غير اللي صورني. بصوا ده الفندق بتاع لوي فاتون. هو في الكاميرا لونه ازرق، بس هو في الحقيقه لونه ابيض. يعني اللون الازرق ده مش موجود في الحقيقه. شكله جامد جامد جامد. وده شكل الهوستل من بره، ده اسمه. خليني اوريكم بقى جوه. ده البار اللي انا وريته لكم من فوق. بعمل الكارت ده هنا وافتح كده واجي هنا عند الاسانسير واعمل الكارت كده، اختار الدور التاني. بأمانة ما شفتش اي فار لحد دلوقتي، مع ان المدينة دي مشهورة بأكبر حجم الفئران في العالم. فانا مبسوط من ده لان انا بترعب منها، بس شفت حالة سرقة واحدة زي ما قلت لكم. خليني اوريكم الروم بتاعت الهوستل على السريع. عندنا هنا مراية، وهنا علاقة بتاعت جواكت ده شكلها، والباسكت تحت، وهنا الحمام. بصوا ده اسمها سويت، يعني في 4 سراير، اوضه تانية ما فيهاش حمام ومش بيجي معاها فوطه، دي بيجي معاها فوطه. عندنا هنا الحمام سينك والحاجات دي، وهنا الشاور جل والشامبو والمناديل. الدش دي السراير، وبصراحه دي واحده من احسن السراير، هقول لكم ليه دلوقتي. عندنا هنا الفيو، في هنا تحت البار بتاع الهوستل، ودي كلها باقي الرومز. عندنا هنا 2 USB، ودي فيشه كهرباء، ودي فيشه كهرباء تانية، 4 مداخل، نفس السيستم ان هو شفاف. صباح الخير من اليوم التاني في باريس. الان الدنيا بتمطر، الساعه 9:30 الصبح. خلينا نركب القطر واوريكم المواصلات برضو. انا عندي هنا البينك ده رقم 7. جو برد، لو هتيجوا في ديسمبر زي كده بجد تقلوا، الدنيا فاضيه شويه. دخلنا المحطه. بص مكتوب على اليافطة اللي فوق هنا دي يعني رقم 7 ولونه بينك. انا بعلم المواصلات بكده. ونفس المحطة دي فيها قطارات مترو كل حاجة. انا في السنترال، يعني الهوستل اللي انا واخده ده في السنترال، بس اكتشفت ان معظم الحاجات اصلا الاكتيفيتيز والكلام ده مش في السنترال. المهم ان انا دلوقتي هروح متحف اللوفر، بعديه الاوبرا، بعديه البيكري المشهور سيدريك، وفي الاخر هروح الاوتلت. وبالليل في شارعين. بص انا عامل بلان، انا بقيت بوصل البلد بقعد في الهوستل، اقعد ساعة ساعتين قبل ما انام، واعمل البلان، اشوف هروح فين، هعمل ايه، وارقمهم. يبقى ده مثلا المكان رقم 1، مكان رقم 2، المكان ده بيفتح الساعة 12:30 فاروح متأخر، وهكذا. عايز اقول بس بالليل انا شفت حرامي بيسرق من حد، او 7 بنك موجودة فوق. انا عدي من هنا، يا رب التيكت بتاعتي تكون لسه شغالة 24 ساعة، وعملتها من امبارح، المفروض تكون شغالة دلوقتي. عملتها من امبارح الساعة 3 تقريبا مش شغالة، فاعمل لها توب اب مع الناس اللي واقفين دول. بصوا هنختار اهو دي بس، وهتلاقوا التيكت هنا محطوطة. النهاردة 8 ديسمبر، زون 1 و 2 ب9 €. تشيك اوت، ريسيت لا، هنا دون. دفعنا بالفيزا، المفروض يعمل توب اب، كان هيزود الرصيد دون. خلينا بقى نجرب تاني. بس البوليس واقف. دون اشتغلت. البوليس اللي واقف ده بجد بيطمني ان شاء الله مفيش سرقة، بس الاسلحة اللي معاه دي بتخوفني ان لو في سرقة الدنيا دمر جحيم. 7 بنك تمام. 7 بنك دي بيبقى فيها ايه، راسي فين رايح جاي. فانا مثلا شوف هنا انا 7 محطات. المحطة اللي بعدها اسمها
مش عارف باي حاجة كده، فمش دي. مفيش 7 بينك تانية. عظيم فرنساوي صعب اكيد مش ده، محتاج اعدي الناحية التانية. بص اهو 7 بينك برضه، انا كده على المحطة الصح، بس تقريبا الناحية التانية اهو 7 بينك الاتنين اهو رايح جاي. فالمفروض المحطة اسمها بلاسز رويال، ولا واحدة مفيش غير دي. بصوا هي 7 الاتجاه اللي احنا رايحينه موجودة فوق، وفي سهم كده. ايوه تقريبا كده نطلع فوق. الاتجاه بتاعه اهو 7 بينك التانية، بس الاتجاه ده. هنمشي كده، انا ماشي على الالوان واللوجوهات. هو ده اهو بيراميدز، وده اللوف. لسه ماشي برضه، لسه ماشي. انا حظي وحش. تم بحمد الله الوصول لمتحف اللوفر. متحف اللوفر ورايا اهو. الدنيا زحمة، كل الطابور ده اللي واقف عشان يدخل يشوف الموناليزا. انا طبعا مش مجنون عشان ادخل، انا بحب الفن، وشفت فيديوهات كتير قوي على المتحف من جوه وحافظه. وحتى في فيديو البيتا سكواد NDL هم دخلوا لوحة فيك جوه الموناليزا وبتاع. هسيب لكم الفيديو هنا، فيديو جامد. انا مش عارف، انا بس كده بص ده اللوفر. بس في ناس كتير قوي، سياح كتير قوي. عايز اشوف ايه اللي تحت هنا. ده ناس زي سلالم. ندمان ان انا ما خدتش معايا الشمسيه بصراحه. انا غيرت رايي وقررت ان انا ادخل، فسالت السكيورتي اللي هنا، فقالت لي ان هقف في الطابور الطويل ده عشان ادخل. انا كنت عايز اشوف الموناليزا، وبعدين قلت لها طب لو حجزت اونلاين، قالت لي برضه هتقف في طابور، بس طابور اقل، بس هيبقى عندك بايوريتي. فدخلت عشان احجز. خليني اوريكم تاريخ النهارده يوم 9 not available next availability يوم 11 ب24 يورو و90. الباقيين بقى مش عارف ب58 49 39. دول كتير بصراحة يعني. دي معاها اوديو جايد، انا مش محتاج الاوديو جايد. ودي 45 دقيقة او الدور جايد تور، دي يعني انا هموت من البرد فيها، فانا مش محتاج دي. ودي مش عارف معاها ريفر كروز، مش محتاج برضو ده. كل اللي انا محتاجه 30 دقيقة جوه اللوف، ودي مش متاحة. فكده ان انا ادخل اوت. تاني بقى حاجة انا هروحها دلوقتي جاردين دو باليس رويال مالوس، مش عارف، بس هي شكلها حلو وشفت لها فيديوهات كتير على التيك توك. انا التيك توك تقريبا 90% من هو الجايد بتاعي في السفرية كلها. الدنيا لسه بتمطر، جو فظيع بجد. وصلنا الحديقة. طبعا لو حلفت لكم ان الحديقة اللي قدامي دي هي اللي في الصور دي مش هتصدقوني. شكلها مختلف لان احنا في ديسمبر، وعلى جوجل مابس مش بيجيب الصور في ديسمبر، هو بيجيب الصور المشهورة اللي واخدة اكتر ريفيوز وريتنج. كان نفسي اتصور صورة هنا وسط الخضرة وبتاع، بس عاملة زي الغابة اشجار، بس الورق بتاعها كله واقع. حلو. خلينا اخد ستوري الانستجرام وانزلها دلوقتي حالا. انا بستخدم لوكيشن عشان لما اضيفها في الهايلايتس اقدر اشوف اللوكيشن اللي انا روحته بعد كده. دون يا اخواتي، شكرا على كل اللايكس والفولو. ستوري على الواتساب. ده المكان اللي جاي. احنا كده الحديقة دي اوت انسيف، كانت المكان رقم 3 خليته رقم 2. خلينا بقى نروح لملك الحلويات، اشهر شيف في باريس. بس انا دلوقتي هطلع الشارع كده شمال، الشارع بعد الجاي، عشان ما بطلعش الموبايل كتير لان حوادث السرقة هنا كتيرة ومشهورة. فمطلعش الموبايل كتير، بحفظ الشوارع في بالي، اقعد اكررها، او ساعات بحط الماب على الابل ووتش واقعد ابص في الساعة. بس حتى الساعات هنا بتتسرق، فبقيت بحفظها. عشان اقعد اصور هنا استأذنتهم وطلبت كوفي. شكله حلو قوي قوي. قهوة قوية قوي، طالبه من غير سكر عشان طبعا الدايت. الباشون فروت طعمها مزز شوية، بس مديها حلاوة. تقريبا اللي تحت ده بسكوت، طعمها رهيب، ممكن من احلى الحاجات اللي اكلتها. بعدين عندنا تاني حاجة هي الباجيت، العيش الفرنساوي وفوقيه زبدة وجواه شوكولاتة. 10/10. انا دي اول مرة اكل العيش الباجيت، وموجود كتير في دبي، بس انا عمري ما يعني قررت ان انا اشتريه. بس انا جبته هنا. العيش ده ب10 يورو، والتانية اللي بالباشن فروت 17 يورو. طبعا اسعاره غالية. ارخص حاجة عنده الكرواسون ب4 يورو،
بس ده لازم اجي الساعه 8 الصبح استنى لحد ما المحل يفتح الساعه 9 عشان اجرب الكرواسون. بس ده مستحيل اعمل كده تاني واقف تاني ساعه او حاجه. خلصنا من عند سيدريك ده اللوكيشن بتاعه في الاوبرا، عند الاوبرا في ليه في لندن كمان. احنا بقى دلوقتي هنروح الاوبت، ان انا خليت معظم الاماكن اللي انا هروحها قريبه من بعض. احنا عندنا هنا الاوبرا، بعد الاوبرا هروح المول ده لما بتطلع فوق بتاخد صور حلوه على الفيو بتاع فرنسا، وبعدين هنروح الاوتلت مول كبير مشهور هنا، وبالليل في شارع كده هنروحه وبس بقى نروح هنا. دي الاوبرا صح الماب بتقول هي دي. لما نزلت الستوريز دلوقتي بتاعت سيدريك كذا حد عمل لي كومنت بقى قال لي دفعت 100 يورو مش 100 يورو بتاع. هو عنده حاجات غاليه. انا بجد لو معايا فلوس كتير هاخد فرنشايز في دبي. لو فتح في دبي هيدمر الدنيا، لان هنا كل السياح بتجيله من كل حته في العالم ويقفوا طوابير ويستنوه. في دبي هيبقى نفس الموضوع، والناس في دبي مهتمه بالاكل قوي. اي مطعم انترناشونال بيفتح في دبي الناس بتيجي عليه. اخر مطعم كان بتاع كندا، وفي واحد تاني بتاع فرايد تشيكن بتاع امريكا قريب من البيت عندي، فبشوفه دايما زحمه. الدنيا بتمطر. انا مش عارف الكاميرا دي ووتر بروف ووتر ريزيستنت ولا دنيتها ايه، بس اظن في الحاله دي الحاله الوحيده اللي الجو برو فعلا كانت هتنفع فيها. لو فاتحه في حد هيغني ولا هيعمل حاجه هدخل. انا بحب الموسيقى الكلاسيك بحبها قوي. دي هي الاوبرا النهارده 8 ومكتوب اهي من 10 لواحده لاست انترانس ات 12، يعني من الساعه دلوقتي 1. مش مكتوب لي ادخل حاجه في باريس. انا مبسوط جو الشتاء ده يعني عشان يومين وماشي، بس انا لو عايش هنا على طول هبقى متضايق بقى ومش عارف امشي. كنت لازم اجيب شبشب. عارفين الشباشب زي بتاعه الفنادق اللي هي خفيفه دي اللي ممكن تمتنع، ممكن الواحد يرميها. المفروض كنت اجيب واحد وانا جاي بصراحه، عشان في الهوستل لما كنت بغسل الشوز في الغساله كنت ماشي حافي وطالع نازل بقى، لان ايه بغسل دورين وبنشف 3 ادوار، فبطلعها من الغساله واحطها في الغساله تاني ولا في الدراير ده 3 مرات، فطالع نازل. والهوستل بقى وكله بقى بيتفرج عليا وبص على رجلي، وانا يا عم عايز اقول له يا عم والله ما عنديش غير شوز واحده بغسلها. اوبرا مقفوله. خلاص كده هنروح بقى المول اللي هنا. خلينا نعدي. انا صراحه مش عارف انا ماشي كده رايح فين، بس ايه حاسس ان ممكن المول ده يبقى هو ده المول اللي انا رايحه، لان هو قريب. بس خليني اشوف معاكم. بيوزعوا حاجه ماشي. دي تيكت. C'est vraiment 100% gagnant. Eh oui, on vous l'a dit. You have 10 euros, an offer of 10 euros. You have to spend a minimum of 20 euros. Yes. And they give you 10 euros. Okay, this place for what? This store, Printemps. It's next to Galerie Lafayette. Here? You know the dome, the golden Yes. dome? Right there. اوكي ثانك يو. خربشتها طلعت ان انا عندي 10 يورو، بس لو اشتريت بمينيمم 20 يورو في المحل اللي جنب الدوم ده. وانا واقف بسالها دي بتاعت ايه، ففي واحد جه وراني برضو ان هو معاه 10 يورو، فتقريبا كلها 10 يورو يعني ديكوريشن للمكان. خلينا بقى نطلع نفس المول اللي احنا رايحينه هو اللي احنا خدنا من عنده الديسكاونت. بيبيعوا ايه بيعملوا ايه ما عنديش اي فكره. خلينا بقى ندخل نستكشف الدنيا جوه. هلو بونجور. where is this? Ticket door. It's not Lafayette. It's not here? Printer is the next one. It's the next gallery. It's not here. Okay. Get out, turn right. 1 minute. Photo? Yeah, if I went to top floor here. Okay. There. Thank you. The big dome. Okay. It's up to 3 level. 3. Yes, thank you. كنت بتأكد انه ده المول الصح اللي اخد فيه الصورة. فقال لي والتيكت اللي معايا دي طلعت ايه في المول اللي جنب ده. طلعنا الدور الثالث ونطلع بقى من هنا نشوف هل فيديو التيك توك اللي انا شفته ده حقيقي ولا لا. صح ومية مية. ده الفيو جامد يا جدعان. نشوف بقى حد يصورنا هنا، نشوف الانجل ونظبط سيتنج الكاميرا، وبعدين ندي الموبايل لاي حد. اللي انا بعمله ان انا بثبت ايد الشخص ده وثبت الموبايل في ايده واروح اقف في الكادر عشان ايه ما يخترعش من عنده والصوره تطلع وحشه. فخلينا ناخد صورتين هنا. انا جيت هنا المول اللي قدامه شفت كذا براند، عايز اقول له اسعار هنا بجد كويسه. بصوا ده LV، رحت ديور من شويه، رحت توم فورد بقى. انا اكتر حاجه بحبها في الحياه توم فورد توسكان ليذر في دبي ب 1500 درهم. هنا لما حولتها للدرهم ب 1000 درهم بس. بفكر فيه هو كمان. المهم خلينا ممكن نعمل الشوبينج ده في اخر اليوم. احنا حاليا في نص باريس، الاوتلت اللي احنا رايحينه ساعه بعيد، فخلينا هنطلع كده نمشي يمين على المترو. هو مترو واحد مش هنغير، وبعد ما ننزل منه هنمشي حوالي 20 دقيقة. انا رشيت من توم فورد التوسكان ليذر على ايدي، حاسس انا في الجنة يعني. ده اكتر برفيوم بحبه في الكوكب
شوف شميت برفيومز كتير قوي قوي قوي، ده احسن واحد. ولما بكون في تصوير او ايفنت او اي حاجه واشم ان في حد رايحه، يعني اشم ان في حد مستخدمه واروح اقول له ده كذا 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 وابقى مبسوط قوي وبتاع. انا افتكرت دلوقتي مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني، لما كان الليسي بيشم البرفيومز ولما جه فرنسا موبايله اتسرق وبتاع. انا قبل ما انسى جيت المول اللي هو فيه التيكت اللي هم ادوها لي بره، اللي هي دي، وانا فيه دلوقتي. الفكره بقى انه يعني 10 يورو ديسكاونت، مينيمم سبند 20 يورو. فخليني اوريكم البراندات اللي موجوده، اللي هي مستحيل يبقى عندها حاجه ب 20 يورو. يعني لو عندها حاجه ب 20 يورو البراند ايمج هتقع. انا اكتشفت هنا ان هم تقريبا 3 مرات جنب بعض، وكل واحد فيه البراندات العالميه، البراندات الكبيره، يعني زي ما انتم شايفين. ده LV وعليه طابور. LV فاتح مليون فرع هنا في باريس. صراحه انا اكتر حاجه نفسي اجيبها من LV الشنطه اللي هي زي بتاعه سنترال سي، اللي هي شنطه زي بتاعه الجيم دي. زي ما انتم شايفين مفيش حاجه هنا تبقى 20 يورو مينيمم سبند. فانا كده او التيكت دي هاخدها معايا ارجعها معايا دبي. لو اي حد يشوف الفيديو ده في دبي عايزها كلمني اديها له بقى لو هو مسافر باريس. وصلنا الاوتلت اهو ورايا، ده اكبر اوتلت في فرنسا. خلينا ندخل سوا ونشوف بقى ايه اللي موجود. بص هو كبير جدا. اول ما دخلت الجاكيت ده 160 يورو، ده 160 يورو. معرفش هو كده قبل الديسكاونت ولا بعد الديسكاونت. انا كده حجزت باص بكره على بلا بلا كار ابلكيشن لايطاليا، وهيعدي على سويسرا، ومعايا وزن. خلينا بقى نستكشف ونشوف ايه، هل التيكت اللي انا حجزتها دي ورث ولا لا. احنا دلوقتي في H&M، بس الاسعار حاسسها العاديه. يعني ده هودي مثلا ب40 يورو، يعني مش حاسس ديسكاونت. ممكن الديسكاونت تبقى في محلات تانية، او مثلا ايس كاب 15، التيشيرت ده 18، البنطلون ده عجبني ب 36 اللي هو كارجو. انا معرفش دول ديسكاونت ولا لا. ممكن الف لفه وبعدين اشوف في الاخر هل الاسعار دي فعلا رخيصه ولا هي دي الاسعار العاديه. بص انا مش عارف، فانا هتشيك على تيك توك اشوف ايه المحلات الكويسه اللي هنا وارجع لكم تاني. مفاجاه يا جدعان، انا طلعت في المكان الغلط. طلعت ان انا في مول عادي. المكان اللي انا رايحه فيليج، اسمه حاجه فيليج. انا نزلت من المحطه اتمشيت لقيت المكان الكبير ده وفيه براندات، قلت خلاص هو ده. طلع غلط. فالمفروض ان احنا هنمشي كده وبعدين يمين. المفروض دي بقى بتبقى زي قريه كده صغيره فيها بقى البراندات. اظن هتبقى دي فيها الديسكاونت، لكن المحلات اللي انا شفتها الاسعار اللي فيها هي اسعار عاديه. يعني حتى الديسكاونت دي اللي هي بتاعت البلاك فرايداي، مش الديسكاونت اللي في بالي بقى. خلينا نشوف سوا. وصلنا بقى اهي، دي شكلها قريه. الدنيا بتمطر طبعا. خلينا ندخل تومي. بدور هنا على جاكيت بومب لونه كحلي. هو ده الجاكيت اللي بدور عليه، هو ده اهو. الجاكيت ده هو ده اهو. الجاكيت هنا في تومي اللي انا وريته لكم ده ب 120 بدل 200 يورو، فستيل كتير. خلينا نشوف المحلات التانية. رحت هنا لاكوست، محل تاني مش عارف اسمه، نفس الاسعار دي يعني ممكن اجيبها في اوتلت مول اللي في دبي، بس الفرق هنا يبقى معايا وزن زياده. فمش عارف بجد، انا لسه ما لقيتش حاجه اللي هي دي بقى لا ممكن ارشحها. بصراحه انا اوت هنا عشان اكتشفت ان كل البراندات اللي موجوده في ريزاتشي بوس، يعني البراندات الكبيره، وانا اصلا مش مهتم بيها. خلينا ارجع للمول اللي جنبنا هنا اشوف الدنيا فيه. طيب انا نزلت الدور اللي تحت ولقيت تقريبا اللي بدور عليه. بص مثلا التيشيرت دي ب10 يورو، السويت شيرت ده ب10 يورو، وده اللون الاسود ب10 يورو، ده ب25 يورو، ده 27 يورو، ده 27 يورو. بصوا عندهم حاجات ب6 يورو، ب5 يورو، 9 يورو. اللي هنا دول اكس لارج والكلام ده اهو. ده مثلا تيشيرت ب4 يورو وخامته خفيفة. ودي بتبقى حاجات مثلا 7 اكس، ويعني بصوا ده مثلا ده اكس لارج. في حاجات ماتيريال تقيلة وحاجات ماتيريال خفيفة. ده مثلا بتاع ناروتو ب26 يورو، ايس كاب ب4.50. ده جاكيت ب35 يورو، والشميز اللي تحته ب18. ده ب20 يورو، ده ب13 يورو،
مارفل ده ب13 ومكتوب فوق اصلا 13، في اي حاجه هنا تحت ب13 يورو. ده اسم المحل اللي كنت فيه، كيابي. بصوا في الدور اللي تحت، نزلت من على السلم ده ووصلت له. اهلا وسهلا من بالليل. روحت غيرت. لو تاخدوا بالكم في اي دوله من الدول اللي فاتت كنت بروح انام ساعتين 3 وانزل، ولكن هنا لا. ليه؟ لان الدنيا هنا بتقفل بدري، فانا لو نمت وصحيت الساعه 10 ولا حاجه مش هلاقي حاجه فاتحه. انا اكتشفت النهارده ان الشبكه بتاعه المترو بتاعه باريس كبيره جدا. يعني انا كنت على بعد تقريبا 200 متر في محطه تانية، طلعت بره المحطه تحت الارض، طلعت دورين فوق، وبعدين جيت هنا عشان اركب برج ايفل. اروح برج ايفل تاني لاخر مره، دي تالت مره اروح، وبعدين هروح برضو الشامبليزيه. هو اسمها اصلا يعني منطقه غلط، هي لها اسم تاني. قلت اوريكم المحطه بشكل سريع. جرافيتي ارتس، فن والله، بلد الفن. هنا اعلانات، وهنا الاعداد دي عاملينها كده عشان الناس الهوملس يعني ما تقدرش ان هي تنام عليها، يعني دي مستحيل، صعب. بس انا شفت ناس نايمه على الارض. وانا دي تقريبا عشان يملوا ازايز الميه، بس مش شغاله. ودي الفندنج ماشين. والبتاع ده الجيلي ده في اوروبا كلها في بورك، فخلوا بالكم. معظم الحاجات الحلويات وحاجات السوبر ماركت مشتركه في اوروبا كلها، ولكن الشوكولاته هنا ارخص. يعني بار الشوكولاته بيورو 20 سنت. في المانيا كان ب3 و4، اسبانيا كان اغلى، كان ب2 وحاجه، بس هنا ارخص. تم بحمد الله. رحت برج ايفل لاخر مره زي ما قلت لكم، ودلوقتي رحت شامبليزيه عشان انا بقوله غلط. زي ما قلت لكم برضو المسافه من برج ايفل للشامبليزيه هنا 20 دقيقه 25 دقيقه، قريب ماشي يعني. بصراحه انا بكسل لما بلاقي في المترو محطتين، يعني هنزل محطه واغير لمحطه تانية والكلام ده، فبكسل. في حد ورايا كان بيقول نفس الاسم، شامبليزيه. خلاص كده انا كده صح، انا كده تمام. ده ديور اللي احنا جينا عشانه، بس ده قافل، فاحنا هنروح اللي هو المبنى نفسه بتاع ديور، اللي هو ده. بصوا بجد يعني من اول المبنى ده كل ده ديور. يا رب بس ما يكونش فيه طابور، بس زي امبارح في ناس واقفه الناحيه التانية بتصور المبنى من بره وبتاع. قافل ديور قافل، وده شيء حزين لان انا كده هضطر اصحى بكره الصبح عشان اروح ديور تاني، وانا جاي مخصوص وجاي بدري الساعه 8:50 دقيقه. ليه كده ديور؟ ليه كده ديور؟ مقرر اشتري حاجه بتقفل. انا خلينا اسرش على ديور فاتح واروح له بقى ايا كان هو فين. خلينا احكي لكم اللي حصل. رحت ديور في شارع جنبه اللي هو ديور اللي ورايا دلوقتي حالا ده، وكان الساعه 9، هم يقفلوا الساعه 9، وكان في سكيورتي ده. خبطت على الباب قلت له بس هكلمك. طلع قلت له بص انا 5 دقايق بالظبط هدخل اجيب حاجه، انا عارف انا عايز اجيب ايه بالظبط واحاسب عليها بسرعه وكده. مرضاش. حاولت معاه، قعدت نتكلم كتير، ما فيش فايده. وقعد يقول لي بقى ان هو شغال من 10 الصبح وحد 10 النهارده، مش عارف بعد ما يقفلوها هيعمل حاجه، وعايز ادخل اجيب اللي انا عايزه بسرعه ومفيش. وبعدين رحت مرضاش طبعا، رحت بقى سيفورا جنبه وجبت اللي انا محتاجه عشان يبقى فيه ذكرى من باريس. تم بحمد الله. ضن. وبس يا جماعه، ده كان كل حاجه عن فرنسا. صور لكم الاوترو دي انا في ايطاليا، فاستنوا الفيديو الجاي من ايطاليا. واتمنى ان اي حد يتفرج على الفيديو يسافر هو كمان وينبسط، لو السفر بيبسطه. وسلام.